الموضوع ابتدى يدخل مني شوية، والناس ابتدى يعجبها البودكاست، وده مش شيء يدعو للغرور او التكبر يعني. بس هما الناس شكلهم ابتدوا يحبوا صحابي يعني اللي بجيبهم. بس النهاردة آم، اصحابي دول للأسف يعني احنا مقصرين في حق بعض، مش بنتقابل كتير، وده احد الحاجات اللي جايبه لي اكتئاب شوية وتساقط في الشعر و... وقصر في النظر. حاجات كتير كانت هتتعالج في حياتي لو بقعد معاهم اكتر مما يجب يعني، او اكتر مما انا بقعد دلوقتي. هقول لكم مين اصحابي بس بعد ما نسمع الانترو دي. ورجعنا. انا معايا النهارده يعني اتنين من فعلا الناس اللي بحبهم جدا، وزي ما كنت بقول للاسف مش بنقعد كتير، بس لا، في واحده فيهم يعني، في ضيف منهم بقعد يعني، ابتدينا نتقابل. احنا معانا مريان النهارده، مريان سيتي، ومعانا كمان رفيق عماد او فوفو، صح؟ مظبوط. نقول لك فوفو ولا رفيق؟ اللي تحب، انا بحب الاثنين. طب قشطة. احنا عايزين نتعرف اكتر والناس تعرفكم اكتر، فممكن تعرفونا بنفسكم. بتعملوا ايه في حياتكم؟ بتخدموا ايه؟ بتشتغلوا ايه؟ مرتبطين ولا سناجل ولا ايه بالظبط؟ عشان بس لو حد بيفكر. مريان نبتدي بيكي. اهلا سمير، ازيك؟ ازيك؟ انا تمام، كله حلو. انا كمان مبسوطه ان انا اكون معاك قوي. احنا كمان. حقيقي يعني. انا مين؟ انا مريان سيتي من اسيوط، كنيسه انجليزيه التانية. بخدم في شويه حاجات كده. بخدم في اجتماع شباب اعدادي ولجنه تاني، حاجات اداريه في الكنيسه، وفريق الجميل اللي غالي على قلبي اللي عرفني بيك اصوات كيدز مؤخرا. احنا يعني احنا اللي متباركين لا بوجودك حقيقي يعني كنت اتوقع اني اخدم في الترنيم الحقيقه، لاني مش برنم اصلا. بالنسبه لي ستيل مفاجاه يعني ان انا اكون في فريق ترنيم، بس يعني بلعب حاجات تانية مختلفه. ناس كتير بترنم ملهاش في الترنيم يعني. مش بس الاداريات لكن يعني. الحقيقه انبسطت يعني، لقيت نفسي لا يعني شفت اكسبوجر لاطفال مختلفه وشباب مختلفه من ناس مختلفه. أيوة. فدي بركه كبيره ليا انا شخصيا يعني. انا متجوزه وعندي بنوتين، ساره وهنا، هنجيب سيرتهم كتير اكيد في اليوم. أيوة. واحنا ماشيين. دايما الامهات او الاباء أيوة. في الوعظات او في التاملات، ما انا فرصه ان هو مش معايا. دايما يجيبوا الامثله لابنائهم يعني لعيالهم. هحاول يعني ما العيال مش كده بيتضايقوا كتير جدا، بس هم موصيني اصلا قبل ما انزل، بس انا غالبا مش همسك روحي. في الغالب يعني. بعمل ايه؟ كنت بشتغل من 2007 لغايه من سنتين، رحله طويله في الشغل برضو، مش لازم نقول فين، بس حاجه برضو كده بالظبط كده معينه. بس انت حاجه كبيره قوي فيها. لا مش قوي كده، على قد يعني. بس ليه سنتين في اجازه، ولسه الستيب الجايه مش واضحه، لكن برضو هنحكي اكيد في الحته دي، لان هي رحله عظيمه مليانه حاجات كتير احب اشارك بيها الناس يعني. يعني مريان يا جماعه عندها فعلا خبره كبيره في الشغل، وطبعا الخدمه والبيت، فاحنا قدام شخصيه في يعني المجالات بتاعت حياتها متوغله فيها شويه. لا هو سمير بيحب يبالغ مش قوي لا كده. لا انا ده شايف بشوفه، فعشان كده يعني خلي بالكم من كلامها كويس خلال الحلقه. فوفو. ماشي. طيب انا رفيق او فوفو، يعني ده اسمي من وانا صغير اصلا. يعني طلع من زمان قوي يعني، ما اقدرش افتكر امتى يعني. انا في اخر سنه في هندسه، انا في هندسه كمبيوتر في القاهره في الجامعه الامريكيه. المفروض اتخرج السنه دي ان شاء الله يعني. انا من انجليزيه التانية برضو زي مريان. انا بخدم في ثانوي وشويه في جامعه، ولفيت شويه كده على خدمات مختلفه في الكنيسه، من زيارات وكوره وفريق رياضي ومن وانا في اعدادي كده، فلفيت لفه حلوه. بس انا المفروض حاليا مستقر. حلو موضوع يعني. اللف ده فوفو، صح؟ يعني يعني بقى بحس ان في ناس بترشق بعد ثانويه عامه، بترشق في خدمه كده وتكمل فيها الابد، وفي ستايل تاني ناس تقعد تلف كده في خدمات كتير لغايه ما تلاقي نفسها. فبحس ان التو ستايلز او تو يعني فيرجنز دول في حاجات بتنجح فيهم. انت انا بحس ان الاثنين ناجحين يعني.
شفت الناس اللي بتلف وهي بتستقر وفي الاخر حته بتستقر فيها بتبقى قد ايه جميله فيها، وشفت ناس بدأت في حته وكملت فيها، والناس دي حاليا هم يعني زي الاباء والامهات بتوعنا في الخدمه دي، هم اللي بنعرف نرجع لهم لان هم من زمان قوي في الحته دي وهم سابقنا بخطوات كتير. وبشوف ده كمان في الاجتماعات الرعويه، الناس الكبار اللي بنرجع لهم هم ليهم كام 30-40 سنه مثلا بيخدموا الخدمه دي. الموضوع ده بيأزمني في التفكير لما بلاقي واحد قعد 50 سنه مثلا بيخدم في اجتماع من أول. ده في ناس خدام مدرسة أحد بيقعدوا في نفس الفصل، فصل مثلا رابعة، فصل تالتة، 5 للأبد. يعني الكونسيستنسي ده أو إن هو مكمل في حتة مش ما زهقش. في ناس بتبص لها إن هو ما طورش نفسه وكأنها ترقية، في ترقية لما اسمها، مش بحس كده يعني. لا مش ترقية يعني، فعلا في ناس بتبص كده اللي هو أنت المفروض بعد عدد معين من السنين تروح الخدمة اللي بعدها. بس مش بحس إن كده يعني، بحس إن لا، في ناس وجودها العدد الكبير ده من السنين في المكان ده بالطريقة دي صح. بركة. ده مش ضد ان هو يتطور في المكان يعني، بس ممكن يبقى لسه في نفس المكان فعلا. ومن هنا نبتدي في الموضوع اللي عايزين نحكي فيه. احنا مش مجهزين يعني نقط رهيبة يعني، لكن عندنا توبيك كده نفسنا نحكي فيه مع بعض، والشباب يشاركنا اللي بيسمع طبعا، لانه هي يمكن حاجة مش بتؤرق او مش أزمة لكل الناس، لكن انا متأكد ان في ناس عندها أزمة دي، والأزمة دي بتزيد كل شوية واحنا بنحكي هنشوف ليه. لكن كمان حتى لو عندوش دلوقتي أزمة ممكن تحصله بعد شوية، او على الاقل يبقى اوير باللي بيحصل حواليه، ممكن يقابل حد عنده الازمه فيبقى مترفق بيه يعني، هو بيتعامل معاه. يعني قصدي ان الموضوع ده اعتقد كلنا بنتلمس معاه. ده ايه هو بقى الموضوع؟ هو بنتكلم عن البرفكشنزم او بالعربي الكماليه، او السعي ورا الكماليه او الكمال. تعالوا يعني كل واحد كده يقول التعريف لما بيسمع الكلمة دي، وبالذات نعرف ان انتوا من الناس دي يعني اللي ضاربها الحتة دي، وانا طبعا للأسف مضروب بالنار في الموضوع ده يعني. فتعالوا نقول كده ايه تعريفك للكمالية او البرفكشنزم؟ يعني بيجي في دماغي ان عارف لما تعرف ترسم دايرة بالظبط، او لما ترسم مثلث قائم كده يبقى فعلا زاوية 90، اللي هو انت شايف الحاجة بيرفكت للاخر. بتعرف تعمل الحاجه من الالف للياء، ما فيهاش غلطه. محدش يقدر مهما قعد يبص فيها يطلع لك فيها غلطه. دي اول حاجه بتيجي في دماغي، الدايره الكامله دي. تكمله الكلام فوفو لما بيجي في مخي فكره الحاجه البيرفكت، يعني فكره الحاجه الواو اللي هي ما فيهاش غلطه فعلا، اللي هو مهما كان الناس اللي بتحضر الحاجه دي او بتشوف الحاجه دي بتبص بتحاول تطلع فيها اي اخطاء، مش هتلاقي من كتر ما الحاجه سوبر واو يعني. زي لما حد يكون بيلعب جيم كده ويجيب سكور عالي قوي فيقعد يطلع له في الاخر ستارز وحاجات قويه كده انه عمل حاجه بيرفكت يعني، اللي هو حاجه فظيعه يعني. ده الحاجه البيرفكت بالنسبه لي. قريت عن المصطلح ده فحد كده ملحد، بس هو كتاباته كويسه، حتى عنده channel على اليوتيوب اسمها School of Life. يعني هو مش مسيحي بس عنده شوية أفكار تستحق الاطلاع أو التفكير فيها. فبيقول إن الكمالية هي إنه الانجذاب الدائم نحو الكمال دون تفكير واعي أو عميق في ما يتطلبه تحقيق الكمال. يعني انت دايما طول الوقت عايز تروح ناحيه انك تكون مش انت كامل، لكن الحاجه اللي بتعملها تكون كامل، او الوظيفه اللي بتعملها، الشغلانه اللي بتعملها، الرسمه، الاغنيه، حتى انت جسمك، شكلك، بهدومك، لبسك، شغلك، عايزهم يروحوا في الحته بتاعت ان هي تبقى حاجه واو يعني ما حصلتش زي ما انتوا بتقولوا، بس في نفس الوقت انت ما عندكش ادراك قوي واعي وعميق وكامل قوي انه انت تعمل كده ازاي. انت دايما عايز تروح الحته دي بس مش عارف ازاي، اللي هو زي ما واحد يقول انا عايز انا باي شكل عايز دلوقتي اروح القاهره، بس هو لسه ما فكرش هو هيروح ماشي ولا هيروح طياره ولا هيروح مواصلات ولا عربيه ولا ايه. فدايما بتيجي في دماغي انه يعني واحد دايما عايز، انا بفكر في كده ان انا دايما عايز ابقى
جامد بس مش عارفه ازاي هبقى جامد. امتى حسيت انه انت عندك الحته دي، او اكتشفت فجاه انه الموضوع ده شكله طايلك؟ اظن يعني اكتر حاجه ظهر فيها كانت دراستي، ان بيبقى عندي التارجت بتاع مش 99 لا 100. مش راضي بالحاجات الصغيره، يعني 99 ونص هي مش 100، فهي مش كفايه ليا. فاظن ان كانت الدراسه والامتحانات هي اكتر حاجه ظهر ده فيها. يعني ايفن وانا صغير وحاجات يعني اقدر اقول دلوقتي 100% ان ما كانش ليها لازمه، بس يمكن في وقتها لا، كانت 100% مهمه جدا بالنسبه لي يعني. الدرجات نفسها بتاعت لازم 100. المواد والحاجات دي. واظن ده يمكن في وقت كان صعب عليا بقى ان انا اكتشف ان في حاجات تانية مش عندي. يعني اوكي بجيب 100 في الدراسة، بس انا صوتي مش حلو، مش حد بيرنم ولا بيعرف يعزف مثلا. في الوقت وانا صغير كان كل اصحابي دي الحاجة اللي غالبا بيعملوها، فانا عايز ابقى 100% فيها ومش عارف ازاي. يمكن شبه التعريف اللي بتقول انا عايز ابقى صوتي حلو، بس يعني انا ما عنديش، يعني خلاص ده مش صوتي. ما باليد حيل. بالظبط. فاظن ده كان في وقت كده صعب، بس بعد كده في حتة يمكن عديت الحتة دي وبقي العكس بقى، ان انا محتاج زي اعوض ده بزيادة قوي بقى في الدراسة. طالما ده مش عندي فانا محتاج ابقى سوبر واو في الدراسة، طالما انا مش حاجات تانية بقى مش بايدي. وبالذات لو الواحد بيبقى حاسس ان هو مميز في حاجة واحدة بس، او لغاية دلوقتي يعني هو مكتشف ان هو يعني بيعرف يعمل حاجة واحدة بس قصاد 50 مليون حاجة مش واو فيها. ايوه. ايه كمان؟ لا انا ابتديت اخد بالي امتى ان عندي مشكله دي، لما الحاجات اللي في حياتي كترت. بمعنى ايه الحاجات اللي في حياتي كترت؟ في الاول زي ما بيقول فوفو، انا في الاول كنت مثلا بدرس فتمام شغال، كنت مركزه قوي في الخدمه ولازم تبقى الخدمه سوبر واو، طول الوقت بنزل وبعمل وبشوف البنات اللي انا مسؤوله عنهم والكلام ده كله. او مثلا اشتغلت فدخل فاكتور جديد، عايزه ابقى واو في الشغل واو في الخدمه، ما ينفعش، عطلت، حاجه جت على حساب حاجه. بعد شويه ارتبطت، فعايزه ابقى في بيتي كويسه جدا جدا وفي خدمتي وفي شغلي. فالحاجات لما كترت ادركت انه ده حاجه صعب ان انا ابقى سوبر واو في كل الحاجات، ولازم حاجه تيجي على حساب حاجه. وزي ما كنت بشارككم قبل ما نبتدي بفكره الويل اوف لايف دي بتاعت حياتي، لا اكيد كل الناس عارفاها يعني، بس لو حد مش عارفها، فكره اني ارسم دايره واحط في السنتر كده زي يعني زي نقطه كده، كاني اقطعها زي البيتزا كده تراينجلز كتير قوي بتعمل كأن درجات من 0 ل 10 مثلا، واقعد اقيم نفسي في كل حاجه. دايما الدايره معوجه في حته. يعني كنت مركزه قوي في الشغل عشان اكبر واتعرف واترقى، وبشطارتي ومجهودي اثرت في الخدمه وما بقتش بروح بالشكل اللي كنت بحبه. ظبطت الخدمه اثرت في بيتي، وهكذا. فادركت ان انا ابقى سوبر واو في كل حاجه بعملها. بعد شويه لما ربنا اداني اطفال، عايزه ابقى ماما شاطره بلس كل الحاجات القديمه، وهكذا. ادركت ان انا عندي مرض خطير لازم يتعالج. بس انا يعني حاسس ان مشكلتك اكتر مشكله في التوازن او الاتزان، انك تكوني متزنه في المجالات عشان انا مش راضياني النتائج، انا عايزه ابقى بيرفكت في كل حاجه، عايزه اجيب اخر الميجرمنت بتاعي من 0 ل 10. يعني مش عايزه تبقى بيرفكت في حاجه، لا انا عايزه ابقى سوبر وومن يعني. مفيش حاجه بعملها نص نص، وطبعا مفيش حد في الدنيا كده. او يعني امتى بقى اكتشفت انك كده، او يعني لاحظتي انه ايه ده، هو انا ليه عايزه كل حاجه صح، او انا ليه عايزه كل حاجه تبقى بيرفكت؟ هل someday عملت يعني مؤخرا بقى شويه ابتديت اراجع نفسي، وادركت ان ده مش حاجه مظبوطه ومش حاجه صح. الحقيقه كان فاكتورز كتير عرفتني، منها اولها ان انا حسيت في نفسي في لحظه ان انا انهارت خلاص بقى، مش ابتديت ابقى وحشه في كل حاجه. بدل ما انا بيرفكت في كل حاجه، انا مقصره في كل حاجه ومش قادره اعمل ولا حاجه. فحسيت انه انا بدل ما ابقى يعني ويل اوف لايف بتاعتي هاي لو بتجري، انا كل حاجه يعني ولا حاجه ظابطه. فلا نقف كده خطوه. ودي ملهاش علاقه بتنظيم الوقت. ما هو الوقت في الاول في الاخر ليميتد، ما انا عندي عدد ساعات معينه، وانا بني ادمه واحده، وكل الفاكتورز دي في حياتي، ولازم اكون عايزه ابقى بيرفكت في كل حاجه. وده يعني عمري ما بقى احسن ماما واحسن زوجه واحسن خادمه واحسن حد بيشتغل. وجت بقى بعديها حته ان انا اقف شويه كده واعمل بوز، وابتدي بقى اشوف اولوياتي، وانه انا طب انا ايه اللي عايزه ابقى فيه بيرفكت، ايه اللي اقل شويه، ايه اللي مش مشكله خالص دلوقتي. يعني رحله كده بمشيها مع نفسي ليه شويه وماشيه فيها دلوقتي. هي مش اسهل حاجه ومش حاجة لطيفة، هي حاجة مزعجة جدا، لأن أنت بتتخض تلاقي نفسك بتتنازل عن كم حاجات بتحبها، وبتحب كمان في وقت غصب عنك شكلك يبقى عامل فيها ازاي، لأنه داخل فيه برضو
الاكسبكتيشنز بتاعت الناس اللي حواليك، وتعودت منك ان انت في الحته دي كنت بتاكت بالشكل ده، فان مره واحده البرفورمانس او الاداء بتاعك شكله يختلف، اللي هو انت تمام، انت مش انت بقى في كل حته. فالموضوع بيبقى اللود من كل حته، من جواك ومن براك، يعني انترنال واكسترنال. الموضوع عنيف ان الواحد يعمل الوقفه دي ويبتدي بقى يتراجع يعني شويه. يعني انا شخصيا اكتشفتها او اكتشفت ان الموضوع ده عندي بيزيد كل شويه لما ابتديت ابقى في حته مسؤوليه شويه، او ان انا مسؤول عن خدمه او مسؤول عن حاجه في الشغل مثلا. ابتديت الاحظ ان انا مش بيعجبني حاجه قوي، يعني حتى الحاجات اللي الناس بتعجبها وتقولي جامد برافو حلو، انا شخصيا بستغرب انتوا ليه بتقولوا كده، انتوا متعرفوش ان انا ممكن اعملها احسن من كده. مش عايز اقول ان فيها نوع من الكبرياء شويه او الايجو يعني، لكن هي فيها نوع اكتر من انه انا شايف صوره بعيده بس انا عارف يعني ينفع نوصل لها at some point يعني. لكن دلوقتي في حاليا انا مش مبسوط من النتائج دي، مش مبسوط من النتائج حتى المتوسطه او اللي شبه ممتازه. لا انا عايزها ممتازه، انا عايزها بيرفكت. فلما فبقيت بعنف نفسي وبعنف الناس، يعني بقيت مش مبسوط من الادائي، مش مبسوط من اداء الناس اللي معايا، وبضغط جامد وابتدي اشوف الحناتيف واتكلم فيها. وحتى بعد ما اوصل، يعني المشكله في ايه بقى، يعني كنت يعني كده خلاص هانتحر هقتل نفسي ان لقيت نفسي بعد ما اوصل للحاجه اللي انا خلاص تمام راضي بيها، بعدها بيوم او يومين او 3 بقول طب هو اكيد في شكل تاني ممكن نزودها، ديزاين تاني ممكن يبقى احلى من كده. فبدخل في دايره مفرغه مش بتخلص بالظبط. يعني من ان انا من التوقع والاكسبكتيشنز اللي انت بتحكي فيها ان انا لا اكيد في احسن، اكيد في احسن، لغايه ما قلت لا طب ما هو انا كده هموت ومش هنجز ومش هعمل حاجه وهفضل مزنوق في الحته دي. بس انا عايز ارجع، ما اعرفش لو حد عنده حاجه تاني في الحته دي. تمام. يعني عايز ارجع لحته انه بدايه الموضوع ده دايما بحسه بيبتدي من التربيه ومن النشأة ومن البيت. يعني احد الحاجات اللي بتكون الكائن البرفكشنست ده هو البيت والاهل وضغط البيرنتس على زي ما انت كنت بتحكي يا فوفو في موضوع انت ما قلتش ان بابا هو وماما هم اللي كانوا بيضغطوا عشان ابقى احسن، بس في ناس وانتي طبعا ام وعارفه وقادره، ما اعرفش تعملي كده ولا لا. بعمل للاسف يا انا عايزك احسن مني، انا عايزك تبقى احسن من فلان، انا عايزك تبقى انت الجامد. فانت مش بس بتخاف من الفشل انك انت تجيب درجات مش كويسه او انك تفشل في الحاجه الكويسه، فشلك انت الشخصي، لكن انت كمان بتعول هم وبتتضايق وتحبط ان يا ترى انا كده حسست بابا وماما، حسست بيتي، حسست مثلا القائد بتاع الخدمه عندي كمان بالفشل، فشله هو يعني هو كمان فشل ان هو يوصل للي هو كان عايزني اوصل له. ما اعرفش عصرته ده وانتوا صغيرين قبل ما ننتقل يعني واحنا كبار يعني انا شايف ان لو ده حصل فهو حصل بنسبة كبيرة بمحبة. يعني مثلا لو ده حصل من أهلي، من بابا وماما، مش بيقصدوا أكيد ما بالظبط يعني، لكن اللي هو فكرة هم بجد عايزيني أحسن حد. يعني لو بصيت هم فعلا عايزيني أحسن حد، عايزيني أحسن منهم. فهم لما أنا لوحدي كنت بجيب درجات كويسة وبحس إن هم قد إيه مبسوطين، طب حلو نعمل ده تاني، فالبريشر بيزيد. بالظبط. حتى لو هم ما طلبوش، حتى لو هم كانوا راضيين بأقل، بس إحساس إن انا عملت ده وطلع كويس وهم كمان انبسطوا، فطب ما نحاول نعمل ده تاني، طب ما تدوس على نفسك عشان تعمل ده تاني. كان بيبان قوي مثلا في السنين اللي كانت شهاده. يعني انا كنت في وقتي كان 3 ابتدائي و6 ابتدائي و3 اعدادي، السنين دي كانت بتقال عليها شهاده، فلازم 100% لازم يبقى اسمي اول واحد في الاسماء اللي بتتعلق على اللوحه في المدرسه. خصوصا مدرستي كانت بتشجع ده جدا طبعا، كان فيها حته التنافسيه دي كتير، فكان ده بيدوس ان لا لازم تبقى الاول. فانت مش بس بتذاكر عشان تمتحن وتجيب درجه كويسه، انت بتذاكر وتراجع مره واثنين وثلاثه عشان انت مش بتجيب درجه كويسه، انت بتجيب 100%.
مفيش حاجه اسمها طالع من امتحان مش عارف اجابه سؤال او بتلخبط، لا، ده انت تبقى انت النموذج الاجابه بتاع الناس. فيمكن شويه دي كانت الطريقه اللي انا كبرت بيها، حتى لو ما كانش في ضغط من اهلي، بس احساس ان دي الحاجه اللي شغاله، ودي الحاجه يمكن شويه في وقتها وانا صغير دي الحاجه اللي انا شاطر فيها، ممكن تبقى بتديني قيمه شويه قصاد حاجات تانية شايف الناس بتعملها وانا مش بايدي ان انا اعملها. فلا انا محتاج الحاجه دي تبقى 100%. اوكي. انا مش فاكره قوي ان حد كان بيقول لي على حاجات معينه اعملها، لكن فاكره انا كنت بتفرج على بابا وماما يعني ازاي بيعملوا، وانا نفسي ابقى كل واحد فيهم شاطر في زيهم. حاجه ابقى زيه. فانا بابا كان مجنون شغل بشكل يعني ما علينا ربنا يسامحه. لا لو بقى يروح قبل الناس، يعني هو مثلا كان في وقت هو المدير الشركه رأي يروح قبل الناس، لو الناس تيجي في ميعادها محرجه منه حاسين روحهم متاخرين من كتر ما هو ملتزم جدا، يروح قبل الميعاد بساعه وهو اللي كان بيستنى الناس يعني. ماما نفس الكلام في شغلها وفي العلاقات بقى، يعني فظيعه منتشره والناس كلها بتحبها والبيت مفتوح طول الوقت للناس. فكنت حاسه انه ينفع مفيش مشكله ان انا اكون علاقاتيه فظيعه وشغل فظيع وخدمه. فتخيلت ان الموضوع ينفع يتعمل، وللاسف حطيت دي المسطره بتاعتي للحاجات البيرفكت، ان انا في شغلي لازم ابقى بعمل كده طبيعي، وطول الوقت ببقى بروح قبل ميعادي وبقعد بعد ميعادي وبنزل في اجازاتي وكل الحاجات اللي كده. وانا في وقت في علاقات ابقى طول الوقت محبه ومش ببقى عندي اي اكسبكتيشنز من الناس انها ترد المحبه دي. وانه كنت فاكره ان الموضوع سهل، بس انك تعمل كل الحاجات دي بالشكل ده وسط الحياه يعني ده اللي حسسني دلوقتي ان هو مش سهل. لكن ما حدش قال لي اعملي كده، يعني ما حدش قال لي لازم تحبي الشغل، ما حدش قال لي لازم تبقي بتحبي الناس او تغفري وتسامحي طول الوقت بغض النظر عن اللي اتعمل. ما اتقالتليش في صوره نصيحه بس اتعملت، فانا بقى اتخذت في السكه دي غالبا يعني. يعني انا على المستوى الشخصي بابا مثلا وماما الاتنين عندهم الحته دي. طبعا زي ما انت قلت كده في مختلف المجالات او الاسبكتس يعني في حياتهم. لكن بابا كنت اشوفه يمسك يعني هو كان بيحب الترنيم قوي، وكان بيرنم في الجمعيه جمعيه خاص النفوس. فهو كان يحب الترانيم لدرجه ان هو كان يكتب الترانيم في نوتس كده، ويكتب مثلا يعني عنوان الترنيمه بالاحمر في حته معينه من الجزء معين، منطقه معينه من الورقه، هي نفس المنطقه بتتكرر في كل يعني نفس الحته وفي نفس الهوامش، رقم 1 وفي نقطه مش شرطه مثلا في الاعداد. فهو متحفظ جدا في كل حاجه بيعملها. فانا طلعت لقيت انه هو ده العادي وده الطبيعي. فلما الاقي حد مثلا بيكتب 1 ومثلا ما يكتبش باقي الارقام، ولا يكتب عدد ويسيب عدد، او يكتب مثلا الكلمات بشكل مش غلط، او العربي غلط، او الكتابه غلط، فبحس انها في مشكله كده، في مشكله كبيره. فبقيت بقى مش بس فلما بكبر بقى بقيت بعلي على بابا. فلا انا مش بس ههتم بالحروف، انا ههتم بالتشكيل. فلا دي كسره ودي فتحه والتنوين والشكل، فالموضوع بقى موضوع كبير. بس انا حاسس انه زي ما انت بتقولي الضغط ما كانش ضغط بالكلام. طبعا اتقالت لنا يعني فكره شوف فلان احسن منك، ولا شوف فلان بيجيب احسن منك. طبعا اتقالت، بس يعني عارفه عمري ما انسى اخوه الجمعيه القاده نفسهم اصحاب بابا. كان بابا دايما ياخدني معاه الاجتماعات واحضر معاه، فكانوا دايما يقولوا له، مش يقولوا لنا قدامي، يقولوا له الواد ده احسن منك، الواد ده هيطلع احسن منك مثلا، او انت احسن من ابوك. فهي كانت قلب هزار، هي كانت بتقال بنوع من التشجيع. وبابا طبعا كان بيفرح وينبسط. بس في at some point لما كبرت شويه انا حاسس نفسي مش كويس، انا حاسس نفسي مش حلو، انا حاسس نفسي مش ده اللي انتوا دي اللي كنت اقول لك عليها، اتكلمتوا عليه. الاكسبكتيشنز بتاعت الناس عنك انه انت ايه ده، انت المفروض تبقى احسن من كده. ده بريشر يعني، ده بريشر مش طبيعي. حتى لما تقليش دايركت يعني انا كسمير انت لازم تبقى احسن، او انت اللي هتغني يا منعم يعني، ولا انت اللي هتلعب وتاخد كم قلم. لا مش ما تعمليش كده. بس حسيت انه مع الوقت احباطي من نفسي، واحباطي من ان انا ما وصلتش للشكل اللي مطلوب منه بيني وبين نفسي. حتى لو الناس شايفه ان انا كويس، بس انا بيني وبين نفسي مش شايف ان انا كويس، في احسن مش عارف اوصل له. ما اعرفش انتوا ايه رايكم في الحته دي، الدايره دي ايه اللي بيشجعها، او ايه اللي بيخلينا نوصل لها، حته الاحباط من
الجو العام والاحباط من اللي بيحصل حوالينا. شايف ان اللي بيشجعها فعلا في جزء من جوه، بس حاسس ان حاليا الجزء من بره بقى اصعب قوي. بمعنى كلام الناس، انا كنت مستني منك كذا، كنت متوقع منك كذا، ده مش الطبيعي بتاعك، انت مش في الفورمة، كل الكلام اللي شبه ده بيضغط ويدوس جامد. وحاجة اوحش دلوقتي بقت الموبايلات اللي في ايدينا، انت شايف الاحسن قدامك وعارف انك مش قادر توصل له، فلما بتسكرول في فيسبوك ولا انستجرام ولا كل الحاجات دي، فانت بتشوف حاجة شبه اللي انت بتعملها، بس انت بعيد قوي عن الموديل اللي انت شايفه. فبحس ان ده بيدوس. لو بنتكلم في حتة زي الشغل مثلا، ويمكن عشان دي الحاجة اللي هبدأ ادخل فيها الوقت الجاي. ايوه. حاجة زي لينكد ان بتدوس جامد، انت شايف الناس عمالة كله بيترقى بسرعة. بالظبط. كله فجأة بي سي او كلهم. مين يا جماعة؟ مين بيشتغل؟ مين تحت؟ مش لاقيين. ما هي بالظبط، كلهم بيبقوا سينيورز. طب انتوا فين الناس اللي لسه بتبدأ؟ فين الناس اللي لسه متخرج؟ مفيش. فبقيت بحس ان الميديا كمان بتدوس جامد، لانك في صورة الله اعلم حقيقية ولا لا، بس في صورة مرسومة قدامك بالنسبة لك دي بيرفكت. وكأن انت لما تطفي الموبايل وتبقى شايف الريفليكشن بتاعك على الشاشة، تبقى شايف ده مش بيرفكت. فانت في حاجة بتدوس عليك، وبنتعرض لها يعني واحنا رايحين واحنا جايين 100,000 مرة في اليوم يعني. فده بحس ان دي واحدة من الحاجات اللي بتشجع وبتزود الصوت ده جوانا، ان لا، انت محتاج تعمل احسن، محتاج تدوس اكتر، محتاج بتشجع فكرة البرفكشنزم قدامنا، لان انت شايف حاجة يمكن تبقى بيرفكت، يمكن برضو الناحية التانية يمكن الناس دي بس بتحط صورة عشان الناس تشوفها ان هي كده وهي مش كده، بس الله اعلم اللي متصدر لك ان هي بيرفكت. بحس لا طبعا في ناس كده، في ناس بتبقى مش حقيقية على السوشيال ميديا، بس يعني وانت بتتكلموا انا حاسس ان السوشيال ميديا طبعا من الحاجات اللي علت السقف قوي، علت البار. من يعني انا يعني مثلا انا علشان كنت اتفرج او اشوف مثلا مرنم او واعظ واقرب منه، كنت لازم اشوفهم هو هيجي فين يخدم في الكنيسة الفلانية، او مرنم فهيجي فين فاروح له، ففي مجهود بيحصل عشان اروح اشوف واعمله. دلوقتي كل حاجة موجودة، هي جاية لك لغاية عندك، مش بس اللي حوالينك. يعني انت الاهل كانوا بيقارنوك باصحابك وانت صغير باللي عندك في الفصل، فانت المنافسه اللي بينك وبين، يعني اقصى منافسه بينك وبين حد هي ابن خالتك يعني ابن خالتك او احسن واحد عندك في المدرسه. أيوه. في الدفعه بتاعتك. لكن دلوقتي انت بتقارن نفسك من غير ما تقصد باحسن واحد في المجال ده في العالم. ايوه صح ده حقيقي. في العالم يعني بيسموه مش عارف ايه سيلكتيف، يعني هو بيجيب لك القصص الناجحه لشخص معين، مش بس بيسلكت القصص دي اللي هي واو المفرقعه الستانينج دي، هو بيجيب لك كمان اللحظات الاحسن لحظات فيها. ايوه بيجيب لك اللحظه اللي هو فيها مثلا بيرفع الكاس، او يجيب لك اللحظه اللي البنت فيها عامله دايت وخاسه ورفيعه، او يجيب لك الولد اللي هو عامل 6 باكس وفرحان بنفسه وفعلا هو ده حقيقي، هو مش بيكذب. يعني على الكلام اللي انت بتقول ان هو هل دي حاجه حقيقيه؟ لا، هم فعلا جامدين، بس انت ما تعرفش ولا باقي اللحظات، باقي الكواليس اللي حصلت عشان يوصل للمنطقه دي، او اللي يوصل لليوم ده، او للمومنت دي اللي انت شايفها وكأنها هي ده الطبيعي. فانت مش بس عندك واحد، انت عندك دلوقتي انت مثلا اي حد بيفولو حد على الانستجرام، مثلا على الفيسبوك بيفولو ناس كتير، الاف مثلا ناس، مش عارف 2000 واحد مثلا. انت عندك 2000 قصص من القصص الستانينج دي، او اللي هي الابيك، او اللي هي اوفرول دي يعني كبيره. فبقي الوول بتاعك، التايم لاين بتاعك ده الطبيعي بتاعه. فانت بقيت تبص على نفسك وانت قاعد في الاوضه الضلمه ومش عارف، وكرشك مدلدل زي كده، ومش عارف حتى تقوم تعمل 2 ضغط، فبتحس بالمأساة المش طبيعية، لأن كل حاجة بقت قصادك.
انت بقيت بتقارن نفسك مش بس بالناس الطبيعيه اللي حواليك اللي ظروفهم زي ظروفك، لكن دول ظروفهم مختلفه في بيئه مختلفه في مجتمعات مختلفه تماما. ما تعرفش ايه الحاجات التسهيلات اللي عندهم، او ايه اللي كمان عدوا بيه من اوقات صعبه وضغط وسهر ليالي وتمرينات واوقات صعبه. يعني هم عدوا اكيد بايام حلوه ايام وحشه. فبحس ان السوشيال ميديا قد ايه فعلا ضغطتنا وبتأذينا وبتأذي الجيل كمان اللي احنا فيه. يعني ممكن ازود عليك حته، ان دلوقتي بقى في بقى نوعيه من الفيديوهات جميله جدا بيوريك بقى الحتت الصعبه اللي عدوا بيها. فبيجيب لك قصه حد وبيوريك كده شويه لحظات صعبه عدت في حياته، وبعد كده اللحظه الجامده بتاعته. وبحس ان حتى دي بتحط ضغط، لان هو انت شفت ان هو وقع 1 2 3 وقام، وانت قاعد واقع بس. صح. فحتى الميديا لما بتحاول تبقى في اكتر صورة حقيقية ليها، هي ستيل بتضغط، هي ستيل يعني بتقارني بظروفي، بحاجتي، بحياتي كلها بحد فعلا بعيد، وحتى لو حد شبهي بس انا هو مش واحد. فبحس ان حتى في اللحظات، ودي مش كتير على الميديا، بس حتى الفيديوهات واللحظات اللي على الميديا بتوريك ان لا، حد كان واقع واتمرمط وسهر وتعب و وتوريك اللقطتين في حياته وهو كويس وهو وحش. حتى دي بحس ان هي بتضغط، لان هي فعلا وسعت الدايره اللي انت بتقارن نفسك بيه. انت مش بس بتقارن نفسك بنفسك كشخص عنده الميل للكماليه، ولا بتقارن نفسك بالناس في البيت او قرايبك او في المجتمع اللي حواليك من كنيسه او جامعه او شغل. الدايره وسعت قوي. فبحس ان في كل الاحوال ايا كان الميديا بتعمله فهي بتدوس. هي بتدوس، بس بحس يعني عشان نشجع الناس، حرام ما نحسسهمش ان الموضوع لازم نقارن روحنا بدول. هو جايب لي سايد واحد من حياة الشخص، يعني شفتش باقي حياته عامله ازاي. يعني بالزبط. هو مكرس كل حياته للرياضه. لكن لو انا بصيت على باقي الجوانب، مش اكيد ما اقصدش انه اللي هو هايل في الرياضه وحش في باقي الحاجات، ما اقصدش انه السوبر ستارز دول حياتهم الباقيه بايظه، مش لازم طبعا كده. لكن وارد يبقى في حاجات تانية ديفكتات رهيبه احنا مش شايفينها، وانا عايزه ابقى كده في كل الحاجات. عايزه ابقى واو في الرياضه، واو في شغلي، واو في خدمتي، واو في علاقاتي، واو في بيتي، واو مع اصحابي، وانا احلى صديق في الدنيا والناس كلها عايزاني. لكن انا مش شايفه الاوفر اول بوينت اوف فيو، او زي ما بيقولوا هيليكوبتر بوينت اوف فيو من فوق. مش بصه من فوق، انا بصه من زاويه واحده بس بتاعه الجانب اللي انتوا بتحكوا عنه، ان كان رياضه، ان كان فن، ان كان وات ايفر يعني. لكن هو طبعا الموضوع عنيف، موضوع محتاج ان وانا بحضر الحاجات دي ابقى بكلم نفسي قبل ما اكلم اللي بحضره. انا مدركه انا بحضر مين وليه وهدفي ايه ومسطرتي ايه، وزي ما انتوا قلتوا من شويه ايه الحاجات اللي عنده مش عندي، وايه الفاسيلتيز اللي اتقدمت له ما اتقدمتليش. يعني ما بقاش طول الوقت بجلد نفسي انه ازاي انا مش زي الصوره دي. وانا بس في نفس الوقت مش دعوه برضو ان انا اكسل. يعني انا خايفه نقعد نقول كده، اتفرج على ناس فظيعه في الدايت وفظيعه في الجيم وفظيعه في الرياضه، وانا في ايدي الساندوتش بتاعي والبيبسي وقاعده باكل على السرير وعايزه ابقى كده. لا، احنا يعني نسعى ونتحرك، بس عايزه بشويه مخ او شويه عقل او شويه فلتريشن اللي بيتقدم لي. بس ده انا بخاف انه الحاجات تتصدر لنا من غير ما نعمل فلتريشن. ايه الحاجات دي وراها ايه، او زي ما انتوا بتقولوا اذا كانت صادقه اصلا او لا، وارد تبقى حقيقيه وارد تبقى لا. يعني بحس انه اكيد في حاجات فعلا مش صادقه، بس انا مش من مدرسه ايه قد ايه طبعا هم جامدين واغنياء وابطال، بس حزانه. اكيد دول حزانه. ايوه بقول لك لا مش شرط يبقى كده يعني طبعا. عارف انت النبره دي اللي هو بص على كل المشاهير اللي انتحروا بس ناقصهم المسيح بس. فاهم، ناقصهم المسيح. مش بقول ان ده حقيقه، لكن لا هم اكيد لا ممكن يكونوا مبسوطين عادي، ممكن يكونوا لا مش حزانه، بيعدي عليهم الايام اللي مش كويسه عادي زي ما انا بعدي زي اي حد فينا. بس انا بس شايف الجانب المشرق اللي فيه انفجار من النجاح والكده. انا مش عايز اخلي الموضوع سوداوي او دارك يعني، بس معايا في حاجه اسمها المالتي دايمنشنال بيرفكشنزم سكيل. حاجه كده عملوها جمعيه امريكيه متخصصه في علم النفس، اسمها APA. فعملوا زي تيست كده او سكيل بيظبطوا فيه او بيقولوا لك 15 سؤال باجابتهم بيس او نو. هو اكشلي مش يس او نو هي في التست ده او في السكيل ده، لكن هو من 1 ل5 يعني سكيل كده. انت بتشوف انت في 1 يعني ضايع خالص لا تماما، و5 قوي يعني.
فال 15 سؤال دول يعني حابب اعديهم كده عليكم وعلينا يعني انا، والاجابه تكون بنعم او لا او او لا، وهم 15 نقطه. ولو يعني هقول لكم هتعرف نفسك ازاي انك في اي حته في حته الكماليه دي. اول حاجه، انا غالبا بفكر اني كنت المفروض اعمل الموضوع ده افضل من كده. جدا. اكيد ماشي. خلي درجات بعد الحلقه يعني بينا وبين بعض. لا هكتبها دلوقتي. نعم اوكي. وانا كمان اوكي. انا بميل لتأجيل الاعمال لو مش هتحصل بشكل مثالي. انا بعتذر خالص عن الحاجه خالص مش بعملها اصلا. مش هتعمليها لو حاساها مش تطلع بيرفكت، وده حرمني من حاجات كتيره طبعا. نفس الحاجه، كميه الحاجات اللي كنت حاسس ان لو هي مش تطلع صح من اول مره ومش تطلع بيرفكت بأجلها. انا عندي لسه قد كده وحاجات مأجلها عشان حاسس كل واحده مش هتطلع. انا للاسف يعني ساعات بيبقى في شغل بيتقدم لي ومفروض يعني اعمله مثلا في الميوزك برودكشن ولا حاجه، او حاجات تتسجل ما باخدهاش لو وقت مثلا الوقت قصير قوي، فبحس لا مش هتحصل بالشكل اللي انا عايز اوصل له يعني. طيب انا بخاف من الفشل وانا شغال في مشروع مهم. طول الوقت وانا شغال ببقى خايفه من انا افشل. جدا. نعم. مش محتاجين نكمل 15 سؤال اعتقد، 3 اسئله كفايه. 3 نعم. طيب انا بس بشوف نفسي اقل لو كررت اخطائي، يعني انا ببص لنفسي نظره اقل، بصغر من نفسي بيني وبين نفسي لما بلاقي نفسي ان اخطائي عماله اكررها. هي في اجابه غير جدا ولا ممكن في النص عادي يعني؟ لا بقعد اندر استيميت جدا طبعا من اللي عملته من نفسي كتير، حتى لو قصادها عامله حاجات كويسه قوي. صح. ما دي مشكلتي، انا عايزه كل حاجه تبقى صح جدا للاخر يعني. دي مشكله، مش حاجه حلوه، مش صفه جميله يعني. اوكي. او انا شايفه كده يعني. اقدر اقول برضه بصراحه انا مش قوي يعني، ممكن اقول في النص، مش ما اعرفش، يمكن ده مع الوقت، يمكن اكيد انا لو من 5 سنين كنت هقول بس دلوقتي حاسس ان انا مش في يعني ايه نيوترال كده. طيب انا اسعى لاقناع الناس بافضل صفاتي وانجازاتي وامكانياتي. لا مش قوي. لا صح. انا برضه مش قوي. انا اسعى جاهدا للحفاظ على السيطره على مشاعري في كل وقت، دايما بكنترول الاكسبريشنز بتاعتي والفيلينجز اللي طلع مني كده، وبحاول انا ما كنتش بس عشان افضل. ليه بقى السؤال ده؟ اعتقد قصده عشان اطلع بافضل صوره قدام الناس. انا ما كنتش بس بقيت شويه احاول اكنترول يعني مش اول حاجه بحسها بقولها على طول او بعملها على طول. يعني مش عارف، حاسس انها في حته في النص، ان مش بحاول دايما اعمل ده، كأن يعني كأني ببقى بحس في اماكن اقدر اعمل ده او مع ناس معينه اقدر اعمل ده، وفي اماكن تانية لا مش محتاج اعمل ده، فاقدر حته في النص كده. اعتقد انا كمان في النص يعني بقيت عادي بقى لو انا مش كويس بيبان عليا. يعني انا من الناس اللي بتبان عليا لو انا مش مبسوط او متضايق او ان انا مش كويس نفسيا او مهزوز، مش فبيبان عليا جامد لدرجه ان انا عايز ابطل ارنم في افراح من كتر ما بيبان عليا. مثلا لو الفريق هبل في الترنيم او المزيكا بيت مش ده اللي احنا دربنا عليه، فاتضايق. فطبعا انت يعني عندنا في الكنائس انت بترنم وفي وشك الناس في وشك، انا بيبان عليا قوي، فالناس بتحس ان انا مش طايق نفسي ومش طايق العريس والعروسه ومش طايق المعازيم ومش طايق اي حد ولا ساوند انجينير، مش طايق الكنيسه. عايز اروح، مش لان انا جامد، لان انا مزمزق كده، حاجه مشكله. اوكي. انا بأحبط لما الدنيا بتمشي مش زي ما انا خطط لها، بقفش كده بتقفل. انا برضو كانت فيا قوي بس بحاول اشتغل عليها شويه انه ابقى مرنه اكتر واقبل نتائج مش بالشكل الفظيع، بس ما كنتش كده الحقيقه، بس بحاول اشتغل على القصه دي. في حته في النص. انا مش بحب ان الخطه تتغير، بس مش لكون الخطه بيرفكت، بس انا مش بتعامل مع التغيير ده بسهوله، بس في نفس الوقت لسه في حته كده عندي لسه مرنه مع التغييرات، بس ما اظنش ان لا انا عندي مشاكل في الموضوع ده.
يعني بخاف من المفاجآت. بحبش مفاجآت يعني. بحب لا مش حاجه لذيذه. مش بتوتر واحس طب هو ليه يعني مثلا قبل ما نبتدي انا نسيت الموبايل ونسيت الستاند وحاجات كده والادابتور بتاعت الموبايلات عشان نصور. فانا متضايق بيني وبين نفسي انا نسيت. فده مش في الخطه. فرحت بقى اضطريت اروح رجعت وعطلكم وعطل وقتكم الثمين عشان نبتدي الحلقه. فده بيضايقني فبتضايق من نفسي ان ده ما كانش مخطط ليه. اوكي 8. انا غالبا محبط من جوه من جودة شغل الناس التانية. يعني كتير قوي ما ببقى احبط بالجودة اللي بيعملوها الناس. يعني انا بقدر اكنترول ماي كواليتي يعني لكن مش بعرف اكنترول قوي جودة الناس فدايما بأحبط منهم وكده بتضايق. لازم اقول او لا ولا ممكن اقول احساس معين؟ اي حاجة. لا انا يعني شويه بقيت بقدر بحب اللي قدامي بس يجيب احسن ما عنده لكن ما احسوش مكسل. لكن لو شايفه اللي قدامي يقدر يعمل احسن من كده لا هاحبط وهتضايق واقول له انت مش جايب اخرك. لكن لو عارفه ان دي قدراته هحترم انه ده اخره تمام وزي الفل كده يعني نعمل يعني نستريتش روحنا قد ما نقدر بس في النص يعني ده كافي بالنسبه لي. انا اظن برضه هقول في النص لان في دوائر وفي دوائر. في ناس بحس لا الناس دي يعني زي تقول كده اوفر اتشيفرز هم جامدين فمش بحس بالاحباط ناحيتهم. وفي ناس تانية لا بحس ان يعني طب شويه مجهود حتى يعني. معلش اتعب شويه يعني حبيبي بالظبط عشان بس هي المراره. بالظبط. اوكي انا برضو في النص ما كنتش كده يعني كنت بحس برضو ان محدش يعني محدش فاهمني. دي الفكره مش محدش كويس لا هم كويسين واحسن مني كمان بس هو يمكن مش فاهميني او انا مش عارف اوصل. فساعات ببقى محبط من الكوميونيكيشنز اللي ما بيننا. انا بحس ان معاييري مش بتكون عاليه جدا. مش بتكون ده العكس. عالية للأسف. عالي. اوكي انا في حته في النص بدات انزلهم شويه. اوكي انا شويه مش برضه في النص. انا بخاف الناس تبص عليا اقل لما بفشل. يعني الناس تبقى هي اللي تصغرني واصغر في عينيها لما يشوفوني فشلت في حته. انا كمان انا دايما بحاول اثبت نفسي عامه مش قصدي بثبت نفسي للناس لكن بثبت نفسي لنفسي للحياه للوجود. انا موجود فبحاول بقدر الامكان اسعى ان انا اعمل كده. ما دي الخناقه اللي احنا عايشينها مع نفسنا طول الوقت. انا مش مبسوط لو النتيجه طلعت متوسطه. يعني مش طالعه بيرفكت مش طالعه يعني ومش طالعه وحشه يعني طالعه في النص كده. ببقى مش مبسوط. ده حقيقي. لا حاليا بالنسبه لي لا. بحب اللي في النص جدا دلوقتي. تحب اللي في النص؟ بقيت شويه برضو في الاول كنت بقى احبط بس يعني لا انا مش بقى مبسوط الحقيقه. يعني ما بحبش النص. ممكن يعني بتبقى مثلا 80% لكن 50% دي بتبقى بالنسبه لي مايعه قوي يعني ما عندي مشاكل فيها. طب وال10 وال10% لا ده ما جاتش خالص. لا ده انا مش هعمل تاني. دي ما جاتش اصلا. مش هشتغل مع اللي عمل معايا. مش هشتغل معايا مش هسلم عليه بقى. طيب انا مكتبي وبيتي لازم يكونوا نضاف ومنظمين دايما. يعني هي الفكره هي دايما ما بقبلش ان هي في وقت يكونوا مش منظمين او مش مترتب. الاوضه مكتب الشغل لا خالص. ايه؟ لا انا مش منظمين. لا انا احب تبقى الدنيا موضبه بس مش درجه الهوس يعني مش اللي هو يعني الجنان الاوفر بس يعني. في مقبول يعني. انا في النص برضه مش دي اظن بوضب كل 3-4 اسابيع كده احس ان خلاص الموضوع خرج عن السيطره فابدا اوضب بس لا. اوكي انا بشعر بالنقص جنب الناس الاكتر نجاح الاكتر جاذبيه. ناس ممكن نحط كلمه اكثر انتاجيه. اوكي يعني الانجح بتحس بالنقص قدامهم نص في وقت كان عندي صعب كنت بحس بالنقص جامد بس يمكن ده عدى. فدلوقتي انا في حته في النص. انا لو التوبيك فارق لي طبعا احب ان انا اكون احسن من اللي انا فيه لو لقيت حاجه احسن لو حاجه فارقه لي. لكن لو حاجه مش من الحاجات اللي بتفرق معايا مش بتأزم قوي.
يعني في النص. انا برضه في النص. اخر حاجه، انا لازم اكون في افضل حالاتي في الاماكن العامه، اذا كان شكلي، اذا كان طريقه كلامي. يعني لو ما فيش مناسبة يبقى لا، يعني مش في رايح الاماكن حفلة العامه، يعني، لا مع الاماكن العامة مثلا بالنسبة لي في الشارع. الاجتماع، في الشارع، في خروجه مع اصحابك، في مناسبات، فرح. يعني يمكن المناسبات ليها شكل معين، بس لو هشيل المناسبات لا، انا مؤخرا ما بيش بيفرق معايا ده. اوكي. لا الشكل بالنسبه لي مش من الحاجات المهمه قوي. لا انا برضو يعني نص مم. مش قوي يعني. طيب يعني هو بعد ال 15 دول طبعا احب الناس اللي تسمعنا تكون بتفكر برضو في الاسئله دي وتتراجع نفسها وتحط نفسها في السكيل او القياس ده. يعني هو بيقول انه لو انت عندك اكتر من خمسة يس، يبقى انت كده عندك، طبعا احنا مش عايزين نقول النتيجه. عديناها من اول 5 انا غالبا. من خامس سؤال قلت له كفايه اصلا. كلنا عندنا الحمد لله، كلنا عندنا مرض. بصوا هو يعني انا قعدت ادور شويه بس لقيت ان هو مش مرض، يعني البرفكشنزم مش مرض على قد ما هو إعاقة، زي ما تقولوا إعاقة نفسية. هو مش مرض نفسي، هو حاجة بتعطلك شوية. بتحس ده مشاكله فين لو عايزين نرفلكت ده على حياتنا الروحية مع ربنا أو في الخدمة أو مع الناس اللي بنخدمهم. هل في مشاكل أو يعني بيبقى ليها صدى في الحتة دي، أو هي أصلا ساعات ممكن يكون مصدرها وجدرها روحي؟ مش في دماغي فكرة جدرها او مصدرها، بس شايف في منتاليتي كده معروفة جدا اسمها all or none. انت هتعمل كل حاجة للاخر يا ما تعملش ولا حاجة. صح. يمكن دي جت في واحدة من الاسئلة اللي هي الحاجات اللي ممكن ابقى باجلها لو حاسس ان انا مش هعملها كويس. بحس دي بقى مش مؤثرة روحيا بس، هي هتأثر روحيا واجتماعيا وفي كل حاجة. هي انت هتعملها جامد يا ما تعملهاش. فانت هتقعد مع ربنا النهاردة وتفضي وقت وتقرا في الكتاب وتصلي وممكن ترنم او يا ما تقعدش خالص، يا ما تكلموش النهاردة. ودي يوم ورا التاني انت هتلاقي قعدت شهر ما بتكلمش ربنا بسبب الحتة دي. وقيس ده على اي حاجة تانية في حياتك، في حاجة بتحاول تبطلها او حاجة بتحاول تعملها، لو انت عملتها نص نص النهارده مش لا. فبحس ان دي واحدة من طريقة التفكير، طرق التفكير المدمرة جدا يعني. بتوقف حاجات كتيرة او خطوات كتيرة. يعني ممكن يبقى كأن ربنا عايز مش مشكلة النهاردة تطلع نص السلمة، بس ممكن تبقى بتطلع. لا انا لو ما طلعتش السلمة كاملة مش هطلع، انا لو ما جبتش اخر السلم اصلا مش هطلع. اوكي. فبحس دي بتعطل كتير قوي يعني. انا مع فوفو تكمله على الكلام، ودي ممكن تحرمني من حاجات حلوه كتير قوي، سواء روحيه او في شغلنا او في خدمتنا او في كده. ممكن ادي اكزامبل صغير. انا بحاول ادرس يعني شويه حاجات روحيه يعني. فكنت كل شويه انا لو ما جبتش درجات النهائيه مش هكمل، كل ماده اخدها اقول انا حسيت انه طب ما انا ينفع اكمل واستفيد واعلى ستيب واثنين وثلاثه في الليفل معرفتي الكتابيه اللي انا مثلا كنت في وقت مقصره فيها وحابه ان انا انفست فيها شويه. مش لازم اجيب الدرجات النهائيه ومش لازم اكون بقفل كل المواد، لكن ينفع احضر كل الحاجات واتعلم من كل الناس اللي بتديني حاجات واجتهد قد ما اقدر اني اوصل لحته حلوه. لكن مش هجيب الدرجات النهائيه في كل حاجه ومش هبقى احسن واحده ومش هطلع الاولى على كل الكليه اكيد. فده كان لو كنت مشيت ورا صوتي بتاع انه لا اعمل تحفه لما كملش كان زماني سايبه. لكن اللي خليني قادره اكمل شويه انه طب ليه لا تحفه لما فيش، ما ينفع ابقى above average يعني، ابقى بتعلم وبدرس والتوبكس اللي فرقالي ادخل فيها اكتر، اللي انا كويسه فيها خلاص هركز اقل وهكذا. فهي ممكن تحرمك من انه تدخل في اعماق سواء بقى روحيه او even في الخدمه، تكتشف اصلا في نفسك حاجات ما كنتش تعرف تعملها، ما كنتش فاكر انك تعرف تعملها. فلما تدخل ثرو حاجه جديده تتعرض عليك او اي مجال جديد تدخله تلاقي نفسك ده انت حلو وعملت حلو وضفت له فرقت. لكن لو كنت زي ما بيقول فوفو اللي عاملها تحفه لما اعملهاش، كان ممكن نعمل حاجات اكتر من اللي عمل. انا عن نفسي كان ممكن ابقى عملت حاجات اكتر من اللي عملتها بكتير يعني. حد كان بيعلق في الحته دي، في حته all or none يعني، لان دي فعلا المشكله بقى اللي يعني بتواجه جيلنا قوي يعني الوقت ده، بالذات الناس اللي هي عندها الكماليه دي. في قصه في متى 25 قصه الوزنات، السيد والوزنات.
واول مره ياخد بالي يعني وهو بيتكلم فيها يتكلم في نقطه او في اسبكت مختلف، وجهه نظر مختلفه، هو انه هو مشكله العبد الشرير اللي هو اللي خد وزنه، هو اعطى 5 وبعد كده 2 وواحده بس لواحد، والوزنه دي كانت يعني اللي هي كانت حوالي من 25 ل 36 كيلو فضه او ذهب او معدن، حاجه معادن يعني او نحاس نقود، فهي حاجه كبيره. مشكله الشخص اللي في النص اللي سوري اللي في الاخر خالص، الشرير، العبد الشرير، ان هو كان فاكر ان سيده شرير وسيد قاسي، فانا مهما عملت مش هبسطه. فراح هو حتى السيد بتاعه لما سيدهم لما رجع وكرمهم وجي عند الشخص ده قال له طب حتى يا سيدي لو انت شايف ان انا مش كويس وان انا شرير وباخد من مطرح ما خدت ما زرعتش وما تعبتش والجو ده، طب كنت حطيتها عند الصيارفه او عند يعني زي في البنك مثلا وخدت الفايده. الفايده خدت فايده 10% ولا 6% ولا كام يعني، لو انت مش عايز تشتغل يعني، لو انت شايف ان انا شخص مش تمام لكن انك تاخدها. فهو حس ايه؟ حس ان هي كده كده ايه بايظه، يعني هي كده كده بايظه، عملت برضو مش ممكن ما اكسبش واضيع الفلوس، ولو ضاعت مني ده العبد السيد ده هيجي ايه ينفخني ويرميني رميه مش كويسه ويعاقبني، فانا هدفنها زي ما هي. فعشان كده قال له حتى الشرير، العبد الشرير الكسلان. فكان بيقول انه الكسل هو يعني من الحاجات اللي انت عايز كأنك بالظبط عايز تضمن ان الوزنه دي هتروح تبقى الضعف او الاضعاف، طب انت مش ضامنها فانت مش هتشتغل خالص بقى بالظبط، عشان كده انت كسلان. فانا بحس ان المرض ده او سوري الاعاقه النفسيه بتاعت الكماليه دي بتاخدني يا اما في حته انا فيها هبقى كسلان وما اعملش حاجه، زمان ما احنا كنا بنحكي all or none، انا خلاص هاحبط واحس ان انا لا انا مش عارف اروح، او بتوديني الحته ان انا بقى فيها ابقى زي ما بيقولوا ايه مانيك اتشيفمنت، يعني عندي جنون وهوس بالانجاز، هو هدوس على نفسي انا هوصل للناس اللي هي بتوصل دي، وهدوس على الناس وهدوس على نفسي وهعنف نفسي اكتر، وهبقى زي ما بيقولوا ايه حمار شغل مثلا، هعمل اللي ما يتعملش لكن ده بيخليك انت نفسك مش محبوب، مش عارف تبقى منفتح شفاف قاسي، قشرتك كده ناشفه من بره حتى من جوه. عشان كده دايما بيقول انه جت المثل ده في دماغي دلوقتي، لما بيقولوا دايما الناس اللي بتعمل جيم او بتروح الجيم وبتعمل دايت، قيس نفسك كل يوم، اطلع الميزان كل يوم، لانك هتعرف ازاي انك بتتقدم ولا بتتاخر غير لما تطلع على الميزان. طب حتى لو طلعت على الميزان النهارده ومثلا كنت يعني زدت كام جرام ولا زدت كيلو في اسبوع، ده يخليك تتشجع وترجع تاني تدوس على نفسك وتطلع تاني على الميزان. بحس انه مشكله كبيره في موضوع معرفش شفتوها فين في حياتكم، او لقيتوا انه ازاي ربنا بينقلنا من الحته دي في حته all or none دي. يعني اظن ان جاي في دماغي موقف في وقت كده اشتغلت مع حد هو من الناس بقى البرفكشنست دول اللي احنا منهم يعني بس فكان دايما عايز ان انت تعمل حاجة كاملة للاخر، ومش بس كده انت تعملها في اقل وقت ممكن. يعني مثلا انت عندنا حاجة تسلمها بعد 5 ايام، ما تعملهاش في 5 ايام، تعملها في 3، وتروح توريها لمديرك في 3 وتوفر اتشيف، تبقى جامد جدا عشان تعلى. حتى لو يعني ده بقى قصاد اي حاجة، قصاد وقتك، قصاد صحتك، قصاد الناس اللي شغالة تحتك لو هتدوس عليهم عشان توصل اي حاجة، بس انت المهم انك تأوفر اتشيف مش بس تأتشيف. طبعا واضح ان انا ما كملتش يعني ما قدرتش استحمل ده، بس شفت النتيجة بتاعت انك
انا هوصل وهعمل وهدوس حتى لو انا مش محبوب، مش فارق اي حاجه، المهم ان انا هوصل. وشفت ان عكس كده في الكتاب بالظبط. يعني كل الامثله الجامده اللي في دماغنا في الكتاب ما كانوش كده من اول العهد القديم. يعني ادم اول حد خالص ما كانش كده، ومع ذلك ربنا قال له لا انا هكمل وهفدي النسل بتاعك وهسحق راس الحي. نوح نفس الحكايه، سكر ونيل الدنيا. كلهم كان عندهم مشاكل بالظبط. حتى في العهد الجديد التلاميذ ال 12 لحد لحظه، لحد الصلب اصلا، بعد مده كبيره من خدمه المسيح معاهم 3 سنين وشويه، وبينفست جامد. هو مش بينفست ساعه ولا 2 في اليوم معاهم، هو بينفست اليوم كله معاهم. هما لحد الصليب اظن، ولحد بعد الصليب كمان بشويه، ما كانوش كويسين خالص. حتى هقول لك بقى، هتقولي بعد كده مثلا ان هم اتغيروا بعد يوم ال50، وده حقيقي. بس الناحية التانية شفنا بطرس تاني بيتخانق مع بولس مثلا بعدين، وكأن ربنا مش بيدور على الناس الكاملة في كل حاجة. وده يمكن بيحاول يفهموني ان تعالى نقبل بالحتة اللي مش للآخر دي. ويمكن دي كمان تشد الناس حوالينا لما تشوف ان ربنا قابل الضعيف والمحتقر والجاهل قصاد الحد اللي بيجري ورا الاشيفمنتس. عند لحظه معينه هو مش شايف غير نفسه، وده الشخص اللي بيبقى صعب يتعامل مع ربنا، لان هو شايف نفسه كامل وشايف نفسه في حته انا جامد جدا، وقصاد يعني جنب ربنا هو ولا حاجه طبعا. فهو مش قادر يقبل ان لا، في حد بقى فعلا اعلى منك، وفي حد يفهم اكتر منك ويعملها احسن منك، وانت ما جيتش حاجه جنبه. فيمكن ده اللي شويه ربنا علمهوني، ان لا انا بحب الناس اللي مش شايفه ده، مش شايفه نفسها كده، وقابل الحتت اللي مش كامله فيه وجاي بيها. فكأنه جاي هو فعلا كإناء متكسر كده، بس عارف ان ربنا ينفع يملى الحتت الفاضيه دي، او ان ربنا بيحب يشتغل مع الشخص اللي شاف حقيقته. وده يمكن فعلا درس كان كبير في حياتي، ان معنى التواضع. وحاول افهم لك ازاي ده ممكن نربطه بفكره ان حد يبقى بيرفكشنست. بالنسبه لي كان معنى التواضع ان شخص بيقول انا ما بعرفش اعمل، وده اتغير ان مش شخص بيقول انا ما بعرفش اعمل، لا هو شخص بيقول انا بعرف اعمل كذا ومش بعرف اعمل كذا. هو الشخص شايف حقيقته زي ما هي، فعارف انا وحش هنا وحلو هنا. قصدك مش بيتكلم على الهوية، يعني ما بيقولش انا فاشل، بيقول انا مش عارف بالزبط. اعمل دي، وعارف ان حتى كهوية انا انسان في حاجات غلط. انا انسان في حوات لا، انا ببقى اناني، ببقى متكبر. فالنوعية دي من الاشخاص ربنا بيعرف يشتغل معاها، لان هو شايف ان في حتة مش كاملة ومحتاج حد اكبر منه يصلحها له. بس الشخص اللي بحس ان ممكن الشخص البرفكشنست يبقى مش بيعرف يتقابل مع ربنا بسبب ده، ان لا انا هبقى كامل جدا وجامد جدا فهجيلك. ما حبيبي، ما انت مش هيحصل. انا هوصل لحته بقى فيها استاهل اقرب من ربنا، وده عمره ما ابقى مستحق يعني. ده مش هيحصل عمره. فيمكن الحته دي لا، تعالى وبص على ربنا بيتعامل ازاي مع الناس. مع الكتاب ولا واحد فيهم كان كامل، بالعكس كل واحد لما كان بيحاول يعملها كان بيقع. بس في اللحظه اللي قال ان انا مش عارف، ما هي دي. مثلا واحد زي يعقوب كان جامد ويعني شخص لا بيعرف يجيبها ازاي، وان هقعد 7 سنين اشتغل وفي 7 سنين كمان. بس اللحظات اللي هو انكسر فيها هي دي اللحظات اللي يمكن يقابل فيها ربنا. بالظبط. تكملة على كلام فوفو برضو وهو بيتكلم دلوقتي، حسيت ايه احنا ليه متعاطفين مع قصص الكتاب؟ لان احنا عارفين بداية القصة ونهايتها، صح. فانا عارفة هو بدأ من فين وهيوصل لفين. فلما بيقع معلش ما هو يعمل حاجة حلوة بعد شوية. معلش نوح عمل بس ما عمل فلك وانقذ وعمل وفدى الخليقة وكلام. شايف القصة من بعيد، فانا شايفة بصة من فوق. فلو احنا يعني اسمها ايه، نرفق بروحنا وما نبقاش مستعجلين على نهاية القصة، انه انا لازم يعني زي ما انت قلت من شوية سمير، انه ايه، عايزه قبل ما اتحرك من النقطه اللي انا واقفه عندها ابقى متاكده ان النقطه اللي هوصل لها شكلها عامل ازاي بسيناريو معين انا اللي رسماه. فلو ما وصلتش للرسمه اللي انا رسماها دي يبقى انا فشلت، يبقى انا ما بعرفش، يبقى انا مش هعمل الحاجه دي اصلا. فيعني اللي انا بعلمه لنفسي ان انا مش لازم من وانا واقفه في مكاني ده وعايزه اوصل لبوينت محدده ابقى مطمنه انا هوصل، يعني لان ده بيفقدني متعه المشوار. انا مثلا مسافره فما استمتعتش بالطريق لان انا كل همي اني اوصل في الميعاد،
فما استمتعتش ان انا مثلا معايا ناس لطيفه او الطريق شكله جميل او مش مستمتعه اصلا بالرحله. ممكن جه في مخي اكزامبل عبيط يعني مضحك كده، بس ده حصل معايا انا فعلا. مثلا يوم فرحي انا رسمه معينه، عايزه اوصل شويه مسجات لشويه ناس اصحابي في الحياه، وعايزه اليوم يبقى بيرفكت، وعايزه اعمل كذا بالوقت كذا، ما يبقاش فيه غلطه، كل حاجه بالدقيقه. وناس صحابي كانوا مثلا عاملين باند فعايزاه يتعمل بشكل معين والاكل بشكل. فاللي حصل اليوم كان جميل جدا، الناس كلها انبسطت جدا، انا اقل حد استمتع باليوم. انا كنت عامله زي قائد المؤتمر قاعده لهم كده كل شويه نادي على حد اقول له اعمل دي اعمل دي اعمل دي، بص في الساعه ده كذا اتاخر وكده. بعد لما روحت قلت ايه العبط اللي انا عملته ده، فين يعني انا انبسطت طبعا، اشكر ربنا، كان يوم كله بركه على كل بس الليفلز. كنت تنشن قوي يعني بالظبط، كان في مود كده اللي هو ليه ندمت ندم رهيب في كام. لما اقعد ابص على الصور وافتكر انا في اللقطه دي كان ذهني مشغول بالموضوع الفلاني، في اللقطه دي حد كان علق تعليق ضايقني واحرجني، فانا كنت مشغوله بالتعليق مش مشغوله فبحس ان احنا بنفقد المتعه في السكه. انه انا كان ممكن استمتع اكتر، وكده كده كل حاجه تبقى زي الفل. انا مسافره هوصل ان شاء الله، هوصل بالسلامه، استمتع بقى بالناس اللي معايا، بالطريق، باني اعمل حاجه مفيده بدل ما اقعد 5 ساعات متنشنه انا هوصل ولا لا. طب ما كان ممكن استفيد بال5 ساعات وبرده هوصل ان شاء الله. فهي محتاجه سنه رفق بنفسي، بانه انا فين وعايزه اوصل لفين، وانه مش لازم الصوره اللي انا رسماها بالملي تتعمل. ده ممكن يطلع احلى في بعض الاحيان لو انا كنت مرنه شويه. ممكن ابقى انا كنت اصلا مقلله من اللي انا عايزه اوصل له، لكن لما يعني انجاز التعبير اقول اتفك شويه او ابقى مش بالتنشن ده، تطلع في الاخر حاجه احلى مما انا كان نفسي بكتير كمان في كل حاجه. حتى لو زي ما بيقول فوفو من شويه في قعدتي مع ربنا، انا شخصيا بحس بده كتير. اجي اقول انا هقعد يعني هبقى مود اني بادي واجب، انا مش ريدي ولا نفسيا ولا ذهنيا اني اقعد واتفتح مع ربنا واحكي وكتشارك، الاقي انه كانت من احلى القعدات. مجرد بس ان انا يعني كلمت نفسي، قلت لنفسي فكي نفسك. فكره فكي نفسك دي انا حاساها مفتاح الرحله، انه انا امشي وانا فلكسبل، وابقى اكسبكتنج انا اقابل حاجات لطيفه وحاجات مش لطيفه في النص، وماله مش مشكله، نقع ونقوم. زي ما انت اتكلمت عن الشخصيات اللي في الكتاب، وقعوا وقاموا، انت ليه بتقولها عادي وانت مبسوط عشان عارف ان في الاخر في حاجه حلوه. لكن احنا مش مستنيين من روحنا او مش شايفين الحاجه الحلوه دي، صح. فمستعجلين شويه، او انا يعني بتكلم عن نفسي. مش عارفه انا كده كملت على كلام فوفو ولا انا اتفضل. يعني جاي في دماغي ومريان بتتكلم يعني كأني بحاول افكر كده وبساعد نفسي ويمكن اساعد اي حد بيسمعنا، ان كأن الشخص البرفكشنست ده هو بيحاول يوصل لحاجة او بيحاول يثبت لنفسه حاجة، كأن في حاجة هو لازم يوصل لها ولازم تبقى كاملة، مش بس عشان هي لازم تبقى كاملة، بس لان هي بتفرق معاه، بتديله نوع من القيمة او القبول محبة. بالظبط. وبحس ان يمكن لو القيم دي او الحاجات دي اتحطت على حاجة ثابتة، ساعتها بفكرة البرفكشنزم دي هتبقى اهدى شوية في حياتنا. فلو انا شفت ان انا مش فعلا مش شايف اخر السكة، ويمكن فعلا القصة في الكتاب احنا شايفين اخر السكة، فانا عارف النهاية شكلها ايه، بس في حياتنا يمكن مش كده. بس لو ثبت حتة ان انا محبوب وانا مقبول وانا ليا القيمة الثابتة دي، بغض النظر عملت ايه، كنت جامد قد ايه، اديت قد ايه، اظن الحاجات دي لو فعلا ثبتت انا ههدى شوية في ان لا انا ممكن اقبل باقل من 100%. ممكن اقبل ان في حتت يبقى مش يعني زي ما مورين كانت بتتكلم في اول، انا عايز كل المجالات اللي في حياتي تبقى جامدة، لا ممكن اقبل ممكن دي تبقى مش كاملة شوية، وده مش هيغير حاجة عن نفسي. بالظبط. انا لو طالما قيمتي ثابتة خلاص الباقي ده هيبقى كويس، بس لو الحاجات دي ثابتة خلاص انا مش مهزوز، وانا لما دي ما تحصلش زي ما انا عايز. عارف ان يمكن شوية حاجات عملية في حياتنا مثلا في الشغل هنبقى ستيل بسعى 100%، بس ساعتها اظن ان برضو فكرة ان القيمة وان انا محبوب دي زي ما انا تخليني اقبل ان يمكن في شوية حاجات تبقى اقل. ايوه وكمان ما دوس على الناس، دوس على نفسك ودوس على الناس. حاسس ان يعني قطع كلامك لا خالص. يعني بشوف انه انت يعني صعب انك تقعد مع واحد عنده المشكله بتاعت البرفكشنزم دي وتقول له معلش ما هي حلوه، ما انت كويس، دي وحشه على فكره قوي، لكن طمنه ان انت محبوب، وان انت بغض النظر ايه النتيجه اللي طلعت بالظبط انت مقبول جدا، انت ما تحسش بانك قليل، ما تحسش يعني عارف انت بتروح تتكلم في ما وراء الاداء،
ما تناقش الاداء بتاعه، لكن ناقش الاحاسيس ما هو ده اللي بيخلي الناس تفكر في افكار انتحاريه، ان انا مش قادر اوصل للي انا عايزه، وان انا مش عارف اعمل كل حاجه صح، ان انا مش كده. والمشكله يعني مش عارف، مش عايز اطول فيها جامد، بس برضو في نوع من الخدمات ونوع من الكنايس بدون ما يقصدوا عودونا انه ربنا بتاع الاكسترا اوردينري، يعني اللي هو ما وراء الطبيعه، وان ربنا عنده النهضات والبريك ثروز وان هو يدخل يخترق ويعمل ريفايفل في الخدمات، وكأن ربنا مش بيشتغل، يعني وكأن بقي الطبيعي هو الغير عادي، مع اننا عايزين نبذل مجهود في العادي. يعني احنا محتاجين نكون ناس عادية الى قدر ما، يعني محتاجين نروح انه نقبل انه العادي ان انا اخد خلوتي كل يوم، ان انا اخد خلوتي كل يوم، ان انا اقرا كتاب كل يوم بشكل روتيني. ده اصلا المجهود بتاعه اصعب من ان انا استنى ربنا يخترق خدمتي ولا يخترق حياتي ويباركني بركة عظيمة مرة واحدة، وان انا ابقى واحد عادي موظف، يعني انجاز التعبير، اللي هي الروتين الطبيعي. انا بتعامل مع ربنا بكل بساطة، بكل مش بقول ان احنا نقتل الطموح، بس مش بقول ان احنا كمان دعوة للكسل، ان احنا ما نطورش في خدمتنا او نطور في نفسنا، لكن الامانة في القليل. تكمل على كلامك، اسال نفسي انا بعمل الحاجه دي ليه والمين بالظبط. يعني انا عايزه ارضي مين ده اولا، وعايزه اوصل بايه في نهايه الحاجه دي، اي ما كانت هي شغلي او بيتي او خدمتي. انا طول الوقت عايزه ارضي الناس، ده يبقى شيء محبط، لان مفيش حاجه في الدنيا كنا بتتفق عليها. لكن انا فعلا انا فريق لي انه انا لو انا في خدمه، طبعا نمره واحد يكون ربنا مبسوط وتبقى الذبيحه كامله ومؤثره في الناس اللي بتحضر الحاجه او الحاجه اللي انا بعملها. اعتقد انا نفسي احساسي انه لو بصيت انه الله هو السيد، ده مطمئن اكتر من البني ادمين هم اللي بيقيموا. البني ادمين هو بيقيموا، انا هقعد طول الوقت محبطه، انا عمري ما هرضي الكل، وعمري ما هبقى كل الاذواق اللي قاعده مبسوطه باللي بيتقدم. لكن لو انا عارفه ان ربنا اللي باصص اللي انا بعمله هيبسط بيه، هو بقى اللي هيستخدمه، ده مش دوري، انا عملت هو هيكمل، او هو هيسد كل ضعف، كل حاجه انا قلتها غلط هو هيصلحها، او هيخلي استقبال الناس ليها احلى. اعتقد الامباكت احساسي وانا بعمل حاجه يبقى مختلف اكتر، لانه عايزه اقول فيه يعني هو مش فكره مش مودرنا، هو ابونا يعني. فهو انا بقبل غلطات عيالي اللي بره مش بيقبلوها، هو نفس الكلام، هو قابلني بكل ما فيا من شطاره وعدم شطاره، وبالعكس هو عايز ينفست فيا، فهو واحده واحده هنمشي سكه مع بعض. لكن لو انا طول الوقت عايزه ارضي الناس، ودي كانت اكتر حاجه تعباني في حياتي عدد كتير من السنين، خسرتني ناس وخسرتني حاجات حلوه كان ممكن اعيشها اكتر. لما النظره اختلفت، انا بعمل دي ليه وفارق لي راي مين، الموضوع اختلف جدا، والمسطره اختلفت، البار نزل جدا، نزل لأنه اللي بيقيم أحن بكتير من الناس وأبسط بكتير من الناس، ومش مستني مني حاجة فظيعة بومينج تخلي الحيطان تقع. هو زي ما انت قلت سمير، عايز أمانة، عايز محبة، عايز نقاء في الحاجة اللي بتتعمل، هيبقى مبسوط بيها جدا. وان انا راجع نفسي كل يوم، اطلع الميزان كل يوم زي ما كنا بنحكي بالظبط، اقيم انا بعمل ايه وليه والمين، بس هتلاقي ترجع تاني تاخد الجرعة من الحضن الأبوي من ربنا، وده اللي بيطمنك أكتر ويخليك أهدى على نفسك وأهدى على الناس، ومش مستني الفرقعة والحاجات اللي هي بتطلع فوق فجأة دي، اللي هي تبقى زي ما بيعملوها في الترندز يعني اللي على السوشيال ميديا. ده أحسن، هيغير حياتك 100%، هيقلب تاريخك. واللي بتقوله ده ممكن يحصل على فكره نتيجه السكه اللي اتمشت بالظبط بهدوء وبامانه. بالظبط. لكن لو حصل يعني لطيف حاجه حلوه. القصه كانت عندي فيها مشكله ما زالت، بس ربنا بيشغل عليا فيها. انا كنت في فريق قبل ما اخدم او ربنا يستخدمني نعمل فريق اصوات بتاع الترنيم 2013. قبلها كنت بخدم بقالي حوالي 3 سنين 4 سنين في الفريق بتاع الجامعات خاصة نفوس، وكان فريق جميل قوي، وكنت بحب قوي، يعني من احلى الاوقات اللي قضيناها في الصلاه وفي العباده. وكانت اوقات العباده بتاعتنا سخنه طول الوقت، يعني مش طول الوقت 100%، لكن الاغلب اولموست يعني تبقى دايما سخنه وفيها تفاعل، والناس كلها واحد ورا التاني مش عارفين نوقف بعض. ومن اول ترنيمه في وقت العباده في الصلاه بنقف ومحدش بيقعد على حيله.
وكنا كلنا متربين مع بعض، طالعين مع بعض في الجمعيه، يعني عارفين بعض كويس. يمكن ده كان حاجه من الحاجات اللي كنت حاسس هو ده شكل الخدمه، شكل دي بقت العباده. مسطرتك خلاص، دي المسطره، ده الستاندرد. مسطرتك خلاص. عملنا فريق اصوات، وفريق اصوات مش من كنيسه واحده، من مش مش بس مش من طائفه واحده، خلفيات من كذا طائفه، ارثوذكس وكاثوليك وبروتستانت، وكل البروتستانت فيهم كذا كنيسه، فكذا خلفيه وكذا ربايه انجاز التعبير جايين لك وبيصلوا مع بعض. وافاجئ ان مش اللي اتعودت عليه مش بيحصل. فقعدت وقت كبير لغايه وقت قريب يعني سنين احنا غلط، احنا يا جماعه مش بنعبد ربنا، احنا يا جماعه لا في مشكله، لا يا رب عايزين نهضه. انا بقى بايد بقى بصلي في الحته دي، وبزق حتى الناس اللي في البورد او في القياده، يا جماعه محتاجين ربنا ينزل لنا بنهضه كده وينعشنا ويحيي العظام. الناس تصحصح كده شويه. حلو ان انا يعني برضو حد قال لي حلو ان انت عايز تبقى الستاندرد بتاعك حقيقي، وعايز الناس تبقى متفاعله في الصلاه، وما تسيبش الموضوع للكسل وللاحباط والفتور. بس في نفس الوقت امشي الموضوع واحده واحده، امشي عادي، ما تمشيهوش على الغير عادي، ما تمشوش على النهضه اللي هتيجي تغير الناس كلها وتبقى مصر كلها للمسيح. طب ماشي، اخبار بقى قداستك ايه؟ اخبار وقتك مع ربنا ايه؟ اخبار اعترافك بهويتك انك ابن ليه مش عبد؟ لا يعني ما أخذت زي ما بيقول الكتاب، ما اخدتوش روح الخوف للعبوديه، لكن التبني. خدها بالراحه، خدها بالراحه واستمتع بشغل ربنا في الفريق، لان هو ده اللي بياخد شغل اكتر ما انه ربنا يعملها مره واحده والناس كلها تبقى بيلي جريهام ورينها بونكا يعني. فدي كانت من احد الحاجات اللي لغايه دلوقتي برضو بروح اجي تنقح عليا يعني فاهمك. وعندي حاجتين ممكن اقولهم. يعني حاسس من كلامك لما قلت كلمه موظف، وحاسس برضو ان يعني واحده من الحاجات اللي حاصله حوالينا ان الدنيا مش رايحه، ان بلاش تبقى شخص الموظف اللي هو شغال من 9 ل5 انت استثنائي بالزبط. مش زي الباقي، كله صح. كأنه في لحظة عايز يبقى عنده الستارت اب بتاعته، صح. شايفين بقى اللي هو كلهم عندهم البراند بتاعهم، كلهم عندهم الشركة بتاعتهم. كأن فكرة ان الشخص الموظف اللي بيعيش حياة مرفوضة. من بره تقليدية مش مقبولة. ورغم ان يعني اظن في حياتنا لولا موظفين كتير حياتنا ما كانتش هتمشي. فدي اول حاجة. وتاني حاجة من كلام مريان، فكرة السؤال بتاع ليه ده انا بعمل ده ليه. اظن ان لو بفكر في ان اللي بعمله مش بس المفروض يبقى بيرفكت او 100%، لكن المفروض يبقى من وراه معنى، من وراه في حاجة بتحصل، في ناس بتتغير، في معنى بيتضاف للمكان اللي انا فيه. اظن ده هيبدأ شوية شوية يغير نظرتي للحاجات اللي انا بعملها، ويخليني اهدى على نفسي شوية، واهدى على الناس شوية، واهدى على حاجات كتيرة شوية. لو انا بدور على اجابة ليه، وعندي الاجابة ان مش عشان ابقى اجمد واحد، بس لو عملت الحاجة دي بالطريقة دي الحاجة هيبقى ليها معنى. فبحس ان اجابة سؤال ليه ده، وان يبقى ورا الحاجة اللي بعملها معنى، ده هيخليني اهدى على حاجات كتير. فمش لازم الحاجة تبقى بيرفكت، لكن الحاجة لو ليها معنى ده يغني عن حاجات كتير قوي. ولو الحاجة بيرفكت بس مش من وراها معنى، او من وراها اذية، او من وراها ضرر، هي ما عملتش حاجة. وكذلك بقى في كل حاجة من الحاجات اللي انت قلتها، لو الشكل العبادة بتاعتي مش من وراه معنى، بس هو فرقعة بس، ما عملناش حاجة. بس يمكن لو شكل عبادتنا اهدى بس في معنى وفي حاجة حقيقية بتحصل وراه، في تغيير شكل بس. بالظبط. يعني الشكل ممكن يبقى بيرفكت، لكن المحتوى نفسه بيبقى فيه خوف، في دايما قلق، في دايما احساس بان انا ناقصني حاجة. يعني عايز ارمي واحنا بنختم، يعني انا نفسي اقعد اكتر من كده، بس نفسي نسيب مع الناس حاجة كده ليها علاقة بانه ناقصنا. يعني بفتكر الآية الترنيمة اللي بتقول هو بري كله وفيه أصبحنا كاملا. ربنا عايزنا كاملين، واحنا بندور في الآيات عن ان هو كونوا كاملين او لكي تكونوا كاملين بلا لوم وهكذا.
اعتقد يا مريان يقصد فيها انا يعني مش قعدت البرفكشنزم. اطلع كلهم في ترجمات مختلفه، لقيت ولا واحده فيهم بيرفكت. يعني كلمه كامل صح. مش مترجمه ولا مره بيرفكت، مره جايه ماتيور ناضج، مره جايه سر امامي راشد، يكون كاملا، مره ماشي مع الله. اصلا مجرد ان هو ماشي مع الله اصلا ده في حد ذاته كمال يعني. صح. ده اللي انا بقوله، ان الطلبات ابسط. هو مش عايز بيرفكت، هو ما طلبش مني ولا مره ابقى بيرفكت، لكن طلبني امشي معاه، طلبني ابقى ماتيور، اراجع افكاري زي ما كان فوفو بيقول انا بعمل كده وليه والمين. فكل الحاجات دي لو بنعملها اول باول اعتقد الرحله هتبقى الطف كتير يعني. وكمان اتكل على نعمته. طبعا يعني النعمه هي اللي بتكمل، وهي اللي بتقوي، وهي يعني الرب في الصليب بحس ان هو اللي كمل، قد اكمل، هو اللي كمل كل حاجه، هو اللي عمل كل حاجه ناقصه انا ممكن ارجع ازنق نفسي فيها، وان انا احس ان انا مش كفايه ان انا اروح له، ما استحقش ان انا اقف قدامه، ان انا اصلي، ان انا اخدم. ده حقيقي يعني. وكمان برضو واحده من الحاجات اللي يمكن معطلانا، احنا فاكرين النعمه معناها ان انا مش هعمل حاجه بالظبط. لا طبعا. وده مش كتاب مش بيقول كده يعني. في آية جميلة جدا بتقول النعمة وهي بتعلمنا، المعلمه ايانا ان ننكر الفجور والشهوات. بالظبط. فهو في اتكال على النعمة، وهو عمل اللي احنا مش هنعرف نعمله. والنعمة دي مش بس بتقف هنا، النعمة دي بتكمل. انت هتعمل حاجة بس مش دي الأساس. اخر جمله هقولها هي مضحكه شويه او مش مضحكه يعني غريبه برضو. انا بقى عارفين بفكر في ايه دلوقتي، ان احنا ازاي يعني بعد ما نخلص الحلقه ممكن نأديت ايه في الحلقه عشان تطلع بيرفكت. بس قلت لا، واحنا مش هنقص حاجه ان شاء الله. احنا اوريدي مش بنحب نقص يعني غير لو في مشاكل. انا مبسوط خالص بالقعده والدردشه والكلام. يعني اتمنى نكون مش هدفنا دايما في الحلقات دي بتاعت اصحاب ان احنا نبقى مفيدين ووعاظ للناس ونصايح، لا، على قد ما احنا بنحكي في مشكله او في بوينت ونقول راينا وخبراتنا وقصصنا وحكاوينا في الموضوع ده. شكرا يا فوفو. يعني العفو. يعني يمكن كمان لو حد بيسمعنا وعنده المشكله دي اعرف ان احنا اقل ناس كاملين. ويعني مش وحدك، احنا كلنا بنعاني وبنتعب وبنقوم وبنقع. ايوه. فيعني شكرا ان احنا حكينا يعني. ده شكرا كان ليك. جميل. مريان شكرا على اللي انت عملتيه معانا. لا خالص ولا حاجه، مش كلامك مليان خبره حقيقيه، اذا كان بالسلب او حاجه عشتيها بالسلب، لكن انت اتعلمتي منها. لا انا بس زي ما بيقولوا فوفو نفسي اطمن الناس ان الموضوع مش صعب، وان الواحد لو الحاجه مضايقاه ينفع تتغير. كل صفات اللي مضايقانا ممكن تتغير، بس هي سكه بنمشيها. ربنا يدينا ناس تساعد في القصه دي، ويدينا نقعد قدامه اكتر، وزي ما انتوا قلتوا النعمه تكمل، والنعمه تدينا الزقه بتاعت ان احنا نكمل دورنا. وزي ما بيقولوا فوفو احنا كتير. احنا كتير. شكرا ليكم. شكرا يا سامي. وهنشوفكم تاني في حلقه قريبه من اصحاب بودكاست اهلا اصحاب.